عمرك سألت نفسك احنا ليه بنصلي بالألحان في الكنيسة؟ ليه مش بنصلي بكلام عادي؟ تعال أنا أجاوبك في 4 أسباب بس. السبب الأول وهو التأمل والخشوع العميق، ولأن اللحن بيبعدنا عن دوشة العالم وبيخلينا نتأمل في كلمات اللي بنقولها، وبيخلينا نعيش أجواء الكنيسة أكتر، سواء فرح أو حزن أو شعنيني على حسب طقس الكنيسة. فالألحان بتبعد عنا دوشة العالم وبتخلينا نركز أكتر في الصلاة. السبب التاني هو العبور من العقل للقلب، وده لأن الموسيقى هي غذاء الروح، ومن خلال الموسيقى أو من خلال الألحان فاحنا بندخل الموسيقى في الصلاة عشان نصلي بكل حواسنا ونصلي بروحنا كمان، مش بس الفم. السبب الثالث ويمكن من أكثر الأسباب اللي وجدت الألحان في الكنيسة وهو حفظ الإيمان والعقيدة، لأن معظم ألحان الكنيسة هي جت بعد بعض الهرطقات وموجود فيها الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. الكنيسة كتير من الألحان اللي موجودة كانت رد على بدع وهرطقات في الكنيسة عبر الزمن. السبب الرابع والأخير وهو التشبه بالكنيسة المنتصرة في السماء، زي ما ذكر في سفر الرؤيا كانوا بيصلوا قدوس قدوس للجالس على العرش، كانوا بيصلوها بألحان. فكنا بنرتل في الكنيسة على الأرض الألحان بالنغمات، فده بيدل إن إحنا بنشارك الكنيسة المنتصرة في السماء. ودي كانت الإجابة عن ليه بنصلي بالألحان في الكنيسة. محتاج أي سؤال نجاوبك عليه اكتبوا لنا في التعليقات تحت. محتاج تحفظ ألحان اكتبوا لنا في التعليقات تحت. أستاذ شعبانة على اليوتيوب حكاية لحن أرثوذكسي. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.